السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تعليقاتكم على القناة أخت لينا بتقول لو سمحتي ممكن تعملي فيديو ازاي أعرف إن الفرخة عليها بيضة بعد إذنك، عايزة أتعلم. تمام، أنا عايزة تتعلمي، على عيني وراسي أعملك فيديو. واسف على اني اتاخرت عليكي يعني، بس انت عارفه لما كتبت لي التعليقات دي كنا في زيطه، والتعليق ده جاني في زيطه الامتحانات والمراجعات وكده. بصي يا ست الكل، علشان تبقي عارفه هبدا معاكي من البدايه خالص. البيضه عندنا اللي موجود في السوق نوعين من البيض موجود في السوق. النوع الاول هو البيض البلدي، والنوع التاني هو البيض الفرنجي. تمام. البيض البلدي ده اللي هي البيضة البلدي اللي احنا عارفينها. البيضة البلدي دياتي احسن 3 انواع ينتجوا لي بيض بلدي، يا اما الفراخ البلدي البيور زي اللي انت شايفاها دي، ماشي، او الفراخ الفيومي ودي صورتها، او الفراخ الجميزة. يبقى من احسن 3 انواع انا مجرباهم بينتجوا فراخ من الفراخ بينتجوا فراخ. احسن 3 انواع بينتجوا بيض من الفراخ البلدي هم الفراخ البلدي البيور والفيومي والجميزة. الانواع الهجينة من البلدي بتنتج بيض، بتنتج بيض، بس احنا بنشتريها بغرض انتاج اللحم اكتر. حلو الكلام. طيب، ده كده الايه الفراخ البيض البلدي. كده انا عشان اجيب البيض البلدي اجيبه منين؟ يبقى انا عندي ال3 انواع دول المتاح عندك، وتقدر تشتريه منه وتعمل منه مشروع ابدأي بيه. تمام. النوع التاني اللي هو البيض الفرنجي، اللي هو البيض الابيض اللي بيجي في كراتين ده بتاع المزارع. البيض الفرنجي ده نوعين، يا اما انه بيضة اللي هي اللي لونها ابيض، او البيضة اللي هي اللي بيبقى لونها بني. ده نوعين. يا اما البيضة اللي هي اللي لونها ابيض دي بتبقى من الفراخ البيضة، دي انتاج من الفراخ البيضة. حلو الكلام. البيضة الحمراء، البيض الاحمر اللي بنشتريه من السوبر ماركت ده بيكون من انتاج الفراخ الساسو. وده شكل ايه الفراخ. كده انا قلت لك انواع البيض اللي موجوده. اكتر الانواع الانتاج في النوعين. تمام. طيب، امتى الفراخ تبيض امتى؟ انا بشتري الكتكوت عمر يوم. حلو الكلام. الفرخة تبدأ تبشر على سن 120 يوم بالظبط. 120 يوم من يوم طلوعها من البيضة. يعني الكتكوت طلع من البيضة، عرفت ان هي فرخة، اعرف على سن 120 يوم. 120 يوم يعني 4 شهور. 4 شهور بالظبط الفراخ عندك تبدأ تبشر. ولكن علشان تبقي عارفة للأمانة تبدأ تبشر، يبقى البيضة بتاعتها هتكون رفيعة وصغيرة زي ما انت شايفة كده. انا هحط لك فيديو تاني هو المرفق مع الفيديو ده. البيضة رفيعة وصغيرة، مفيش انتظام في البيض. حلو الكلام، خاصة للفراخ البلدي، علشان انت كنت معلقالي على فيديو للفراخ البلدي. حتى الفراخ البيضة، حتى الفراخ الساسو، بيكون حجم البيض صغير ووزن البيض صغير. بناخد فترة على ما العنقود يشد وتبدأ الفرخة توصل لوزن البيضة اللي احنا محتاجينها. تمام. الفراخ كمان بعد 120 يوم، يعني بعد ال4 شهور، لما بتبشر ما بتبقاش منتظمة. يعني ممكن تلاقي ان الفرخة باضت 4 5 بيضات وبعد كده ريحت شوية. تنتظم بالظبط الفراخ بتنتظم انتظام فعلي على البيض بعد سن ال6 شهور. يبقى هي بتبشر على ال4 شهور ويبقى في بيض منقطع والبيض رفيع، ولكن بعد ال6 شهور بتظبط. بعد ال6 شهور بتظبط. بأكل الفراخ اللي انها طالعة لإنتاج البيض علف بياض. علف بياض، أي نوع علف بياض عندك هو ده اللي احنا بنأكله لها. تمام. معلش انا عارفة ان انا مطولة عليكي، ولكن انا بحكي لك الموضوع كله طالما انت عايزة تتعلمي، بديك المعلومة كلها كاملة متكاملة. حلو الكلام. بعد كده يا ست الكل، الفراخ عندي، علشان واحدة تقول لي انا الفرخة عندي باضت على 3 شهور، اقول لها لا يمكن. ليه؟ لان ده جهاز تناسلي. جهاز تناسلي، لازم الجهاز التناسلي ده يكتمل. ازاي الفرخة هتبيض وهي الجهاز التناسلي بتاعها ما تكونش؟ لازم يكون الجهاز التناسلي بتاعها اتكون واكتمل. بمجرد ما يتكون وبمجرد ما بيكتمل بيكون الفراخ عندي باضت. يعني الاقي ناس تقول لي منزله فيديوهات وكاتبه فيديوهات تقول يا اخوانا الخلطه الفلانيه هتخلي لك الفراخ تبيض في شهرين. ازاي في شهرين تبيض يعني؟
الا اذا انت مشترياها كبيره وقعدتيها عندك فطرين، فتره شهرين مثلا، واستمريتي معاها على الاعلاف وعلى الادويه والاملاح المعدنيه وكده، وباضت عندك فاكتمل نموها، لان هو نموها ربنا سبحانه وتعالى خلقها نموها يكتمل، الجهاز التناسلي بتاعها يكتمل على ال4 شهور. وفي فراخ الجهاز التناسلي بتاعها بيتاخر، ما بيكتملش غير في 5 شهور، او في اللي ما بتبطش اصلا ومش بتبشر على 120، بتستنى ل6 شهور، فهي تبدأ تبشر معاك من ال4 شهور. حلو الكلام يا بنات، علشان ايه ما بجد يعني الواحد بيشوف حاجات عجيبة. ازاي الفرخة عمرها الفرخة دي لسه كتكوت، دي لسه كتكوت. ازاي باضت على شهرين؟ مستحيل. ازاي باضت على 3 شهور؟ مستحيل. هي على 120 يوم تبدأ تبشر، ومش كل الفراخ بتبشر على ال 120 يوم. تمام. في الرسم التوضيحي اللي انا هحطه لك ده هوريكي ازاي الفرخة بيتكون فيها. شوفي سبحان الله، عنقود البيض طالع من فين. ده عنقود البيض بيبقى فيه كور البيض لما تيجي تفتح الفراخ. بس انا اليوتيوب عامل لنا حظر على تصوير بطن الفرخة من الداخل، على اني امسك الفرخة واوريها لك مثلا. فانا عندي فتحة المجمع اللي هي اللي متعلم عليها دي، هي دي فتحة المجمع. فتحة المجمع دي لما مؤاخذة لما تمسك الفرخة وتقلبيها كده، اللي هي فتحة المجمع اللي بتكون اللي تحت الديل، تحت الديل بالظبط، تحت الديل الفرخة، اللي هي الفتحة اللي بتعمل منها لا مؤاخذة عزك الله الحمام. بيبقى فيها الفرخة البلينة أو الفرخة اللي بتبيض، بيكون فيها مخرجين، مخرج للبيض ومخرج لمين؟ للمخلفات، عزك الله. فانت لما بتيجي تمسك الفرخة وتحط ايدك، لو الفرخة عليها بيضة بتحسي بقشرية البيض، لو الفرخة عليها بيضة بتحسي بالقشرية بتاعة البيض. حلو الكلام يا بنات. دي الصور دي هتفهمك اكتر من اني امسك الفرخة واقعد ايه اغني واحكي لك واقول لك الامر كذا وكذا. ولكن الخلاصة في الحوار كله ان انت لو انت عايزة تربي بلدي، دوري على انواع الفراخ البلدي علشان تاخدي منها بيض بلدي. دوري على انواع الفراخ البلدي اللي هي اكتر انتاجا للبيض. عندي الفيومي وعندي البلد البيور وعندي الجميزة. تمام. عايزة تنتج فراخ بيضة، عايزة تنتجي بيض للفراخ البيضة. بيض الفراخ البيضة بجيبه يا اما يكون ابيض يا اما انه هيكون فراخ بني او البيضة الحمراء زي ما بتسموها. يبقى هشتغل على حاجتين، يا اما الفراخ البيضة يا اما هشتغل على الفراخ الساسو. كله بيبشر، كل انواع الفراخ بتبشر على 120 يوم، في حال انك انت تمشي على جدول تغذية سليم. تمام. لو انت عايزه تعملي مشروع، لو انت في انتاج مشروعي، يبقى انت بتعملي بتمشي على جدول تغذيه سليم عشان تطلعي شغل نفس شغل المزارع بالظبط. اما لو انت بقى هاويه زينا كده وبتشتغلي كشغل بيت ومش عارفه ايه وكده، فاحنا بناكل الاعلاف العلف البياض. انا ما بحطش اي خلطات غريبه، هو العلف البياض. تمام. مع شوية أملاح معدنية بشتريها من أي صيدلية بيطرية. حلو الكلام. وبحط لهم والعلف البياض مرة واحدة في اليوم، يعني جبشة كده، يعني ملي كوباية، ملي مجين، على حسب. يعني ملي مجين لو أنا عندي 10 فرخات، بحط لهم علف بياض ملي مجين كده، واحطهم لهم ياكلوهم وكان الله بالسر عليم. الحمد لله. بعد كده يقعدوا باقي اليوم على فضلات البيت لما اخذه وحسنة البيت والحاجات اللي طالعه من المطبخ، ان كان عيش ناشف. المهم ان الفراخ البيضه ما باكلهاش تسمين، ما باكلش الفراخ البيضه تسمين، ما بديش الفراخ البيضه اكل كتير. الفراخ اللي هي رب اللي بتبيض، يعني مش الفراخ البيضه كفراخ بيضه تربيه، لا، الفراخ اللي انا بديها لانتاج البيض ما بحط لهاش اكل كتير. انا مش بعلفها يا اخوانا، لو علفتها والفرخه سمنت مش هتبيض. عامل زي ما بنقول مثلا حصل لها سدت الفراخ، سدت يعني ايه؟ يعني شالت لحم وقطعت بيض، شالت لحم وقطعت بيض. فانت احسن حاجة ان انت تمشي على جدول تغذية. لو انت هتشتغلي فانت تبقي مقننة كمية الاعلاف، كمية قليلة. باقي اليوم اديها خضرة، اديها برسيم مجصجص، اديها اي مادة ملئة تاكل فيها، علشان الفرخة عندي مش عايزاها تسد. لو سدت الفرخة اللي بتبيض، لو سدت وشالت لحم مش هتنتج معاكي بيض نهائي. خلاص يا بنات.
فدي كده انا عندي بوفر على نفسي وبشتري العلف البياض. لو انا عايزاها الانتاج التسميني او اللحم وكده فبديها علف التسمين. العلف البياض قلنا من 19%، 19 و18% بروتين. حلو الكلام يا بنات. بواجي البيت تاكلها بس بعد ما تاكل العلف. هتاكل برسيم، هتاكل البرسيم بس بعد ما تاكل العلف. املاح معدنيه، اي انواع املاح معدنيه عايزاها سايله تتحط في الميه خير وبركه. عايزاها بودرة وتحطيها على العلف خير وبركة. الاتنين معاكي وموجودين ومتاحين في أي صيدلية بيطرية. والصيدليات البيطرية ملت مصر بسم الله ما شاء الله، مفيش أكتر من الصيدليات البيطرية موجودة في أي مكان وفي كل شارع تقريبا دلوقتي، يعني في كل منطقة فيها صيدلية واتنين. خلاص يا بنات. بالنسبة لإيه تاني، اللهم بارك، في الشتاء اللي احنا فيه ده وفي البرد اهم حاجة التدفئة، لان البرد بيأثر على الفراخ وبيخليها تتأخر في انتاج البيض. فانا عشان كده منزلاهم في اوضة في الدور الارضي تحت، في اخر دور تحت. وحاطه لهم ده دي نشارة وجشر التوم والحاجات اللي زي كده، رميتها لهم ياكلوا فيها ويجرجشوا فيها. خدي بالك من الفراخ بتاعتك هتنتج معاكي حلو. لو ليك اي استفسار تاني اكتبولي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.